السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم آخر أخبار فريق الرجاء الرياضي. قبل البدء في التفاصيل لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة ووضع زر الإعجاب للفيديو كي يصلكم كل جديد. حسمت السلطات الأمنية لمدينة زمامرة في قرارها بخصوص المباراة المرتقبة بين نهضة أتلتيكو زمامرة والرجاء الرياضي لحساب الجولة العشرين من البطولة الاحترافية إنوي. وقررت السلطات المحلية بمدينة زمامرة منع جمهور نادي الرجاء الرياضي من التنقل الجماعي إلى زمامرة لمساندة النسور المقررة يوم الأحد القادم. وجاء قرار السلطات المحلية والأمنية بزمامرة كقرار أمني لتفادي وقوع أي اصطدامات مع جمهور الفريق المضيف. وطلب النادي الأخضر في بلاغ رسمي جماهيره الالتزام بهذا القرار واحترام قرارات السلطات العمومية ضمانا لمصلحة الفريق. في خبر آخر، يجتمع منخرط نادي الرجاء الرياضي بالرئيس السابق سعيد حسبان غدا الجمعة بأكاديمية الرجاء الرياضي بحضور أعضاء المكتب المسير لمناقشة مستقبل الفريق، وذلك بعد إعلان حسبان أثناء مروره ببرنامج مع بلعود ومحمد أمين على موقع أنفوسبور عن إمكانية جلب مستشهر أجنبي لضخ مبلغ 15 مليار سنتيم في خزينة النادي الأخضر على مدى 3 سنوات بمعدل 5 مليارات سنويا. من جهته طلب الرئيس الحالي عبد الله بيروين من حسبان تقديم أدلة دامغة تثبت وجود هذا المستشهر، مشيرا إلى استعداده لعقد جمع عام والتخلي عن منصبه في حال أثبتت صحة هذه الادعاءات. ويترقب الرأي العام الرجاوي تطورات هذا الملف في ظل حالة الترقب الذي يعيشها النادي بشأن مستقبله المالي. في خبر آخر، استقر المدرب التونسي لسعد جردة شاب على أعضاء الطاقم التقني الذي سيرافقه في مهمة تدريب النادي الرجاء الرياضي خلال النصف الثاني من الموسم الجاري. وكشفت مصادر صحفية أن الشاب سيستعين بطاقم تونسي بالكامل بعدما فشل في إقناع شماب شروان في شغل منصب المدرب المساعد. وسيضم الشاب إلى طاقمه مواطنه مجدي تراوري المساعد السابق لمعين شعباني خلال تجربته رفقة فريق الترجي التونسي، والتي تميزت بتتويج بلقب دوري الأبطال في مناسبتين. إلى جانب تراوري فسيستعين الشبيب بطلال بوعبان لشغل مهمة المعد البدني، فيما سيتكلف عصام طرابلس بمهمة مدرب الحراس، إضافة إلى اختيار أمين مهداوي محللا للأداء. وسيخلف لسعد جردة الشاب المدرب حفيظ عبد الصادق على رأس الإدارة التقنية للنسور في تجربة جديدة بعقد يمتد إلى غاية نهاية الموسم الجاري مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.